صبري يركّح بنيّة لا ما صدّقش، صبري كل نهار يحكي معاها وكي ما يحكيش معاها تلقاهم مرنّفين، صبري يقدّرها وحتى على خدها ما يبوسهاش، كون كوا هي اللي باش يعرّس بيها وكل شيء. صبري إيش صار؟ صبري جاه فوكال. صبري انت طفل عاقل وحليك، اما الله غالب المشكل مني واللي بيناتنا وفاه. لقمان ما يتحكم بالزبابن، نقصد بالفتيات الجميلات الحنينات. لقمان يتصرف كيما يحب، وكيف تبعد وحده صحيح يعرف انه الحكايه باش توجعه، اما يتقبل الموقف ويكمل في حياته. هذه اسهل طريقه باش ترجع بها البنيه اللي تحبها بعد ما تقصها معاك. اول حاجه شد التليفون نتاعك باش تبعث لها فيديو، فهمتني؟ حل الكاميرا نتاع السيلفي وابدا سجل الفيديو. نحبك تخزر في عينيك وقت اللي تحل الكاميرا نتاع السيلفي وتقول ل4 كلمات تضم برا يعطيك ولا بعص برجوليه مرخصك، ولا نعرفك تستنى فيه باش نعطيك 5 طرق باش تسترجع حبيبتك، وكل لغه نتاع حبة ستوريات نتاع بنات اخرين، ورندف مع واحده اخرى قدامها، وكل حيل الدنيئه هذيك الكل اللي تعملها باش ترجع واحده هي خذت قرار انك ماكش الشريك المناسب لها. ونعرفك ما حبيتش تسمعوا الكلام هذا، اما كيفاش تنجم تبقى تحب انسان هو اختار انه يبعد عليك وما يحبكش؟ هذا ماهوش حب، راهو هذه مشاكل نفسيه موجوده فيك من الصغر. ونعرفك راك كرست تو على خاطرك كنت تستنى في الطرق باش ترجعها، وممكن باش تخرج في الفيديو. كان عندك العقليه ذيك وما زلت من بالترولوف فازت هذيك الكل وانت عمرك 16 ولا 17 سنه، ميسالش برا اخرج وبرا بعث لها ميساج الفقره ولا بعث لها فوكال تبكي لها فيه، بالك تسخف عليك وترجع لك. الحقيقه بالرغم من اني كنت رخيص ولحست البرشا بنات قبل ما نكذبش عليك وبجريت ورا برشا بنات، اما ما نجمش نتفكر حتى لحظه واحده وين بقيت نتشحت في بنيه باش ترجع لي. اللحظه ولا اللقطه الوحيده اللي نتفكرها واللي جيت في بالي توا هي في عام الدوزيام اني في الفاكولتي. كنت بصاحب واحده وانا هو اللي قصيتها معاها، وقتها شلقت بها تحكي مع واحد في الماسنجر وشفت قلوب والفاز هذيك الكل، دونك تهاركنا وخليتها ومشيت. ومن بعد الجمعه رجعت لها كالكلب نسال فيها كان بلوكيتو الطفل وعمل روحي الفا ميل هكا. يا اخي قالت لي اي بلوكيتو مانيش رجعت لي، بقيت نحاول معاها اللي خشمي بقى في السماء، فهمت؟ ما قلت لهاش باللي هي نرجعوا، اما نفكر وقتها عطيتها عذر نتاع انسان رخيص برشا. احنا بعد ما تعاركنا عطيتها كسايلنت تريتمنت، يعني وليت ما عادش معبرها جمله وبعثت لها حتى ميساج. قالت لي تو انت نورمال مطفيني جمعه كامله وتوا تحبنا نرجعوا؟ قلت لها راهو خالي توفى. قلت لها راهو خالي توفى وذاك علاش راهو حالتي النفسيه كانت تعبه وما عيني باش نحكي مع حتى حد. دونك هكا هو هذيك هي اخر اكسبيريونس علمتني حاجه اسمها التخلي، يعني learn to let go، وهذه اكثر تكنيك باش تعطيك راحه نفسيه. وهاني باش نقول لك كيفاش، جيست كمل معايا الفيديو. قبل كل شيء كانك وصلت لهنا ومازال عندك امل انها باش ترجع لك لهنا باش نعطيك ريت بيل، يعني حقيقه مره برشا. راهو ريت الوقت اللي البنيه تقصها معاك هي ديجا القرار هذاك خذته عندها برشا، وبمجرد انها قصتها معاك راهو الباهي الكل اللي عملته معاها باش تنسيه. ذاك عليه ساعات باش تبقى تفكر في الايام الجميله في الماضي، كيفاش عديتوا اوقات بحلاها وكنتم مرنتين تحت المطر والسهريات في الليل، وتقول يا اخي كيفاش بعد ذاك الكل هي نسيت. الله غالب راهو حتى البنات هذه حاجه ما يتحكموش فيها، رب الرسمي كاين والذاكره نتاعها تتفسخ، راهي تنسى كل شيء والمشاعر المربوطه بالاوقات هذيك الكل تنساها. فما حاله واحده وين البنيه ما تنساكش هو وقت اللي تخلي لها تراس. ونتصور فهمتني شنو نقصد؟ وبالطبيعه مانيش نشجع فيك على الحاجه هذه، ما يعملها كان انسان ولد حرام، وراو كيما تعمل خايب في بنات الناس باش يرجع عليك، اما الله غالب هذيك هي الحقيقه. دونك هم انت مانيش ننصح فيك باش تخلي تراس في بنات الناس. اما الفكره اللي حابين نوصلها لك راهي نسيتك سي بون. ديجا فما من سابقين اخرين كانوا في الليست دو نتاعها في الميساجات وفي الانفيتاسيونات، وهي ديجا توا بدات تختار في متسابق جديد منهم. وبزرة قالت لك راني توا حالفه على تصحيح ما عادش باش تصاحب مره اخرى، هذيك راهو تتليفه زاده ليك على خاطر البنات نايس برشا ما ينجموش يقولوا لك حقيقتك في وجهك. وهنا نحب نحكي لك على روحي شوي. ريت بالرغم اللي فما بنات ما عملونيش بالباهي في العلاقه وغدروني واستغلوني، وما عمري ما كرهت حتى واحده، حتى وقت اللي تقصها معايا واحده ولا انا نقصها مع واحده راني بالرسمي انسان استويك على الاخر. ان شاء الله فما بنات يعرفوني يتفرجوا في الفيديو هذا ورا توا يعملوا هكا صحيح. على خاطرني وقت اللي نبعد انا واحده نبعد بكل احترام، لا نسبها لا نسمعها كلام لا نتعارك ولا حتى شيء. صحيح ما يبقاش بيناتنا كونتاكت والفتره التجريبيه نتاعها وفات مش كيما الوين رار، اما الاحترام اهم حاجه. لهنا حكيت لك الفازه هذه مش باش نفخر لك روحي، اما باش تتحمل مسؤوليتك. شنو معناها؟ معناها كل ما تبعد انت وحده شوف شنو الغلط اللي عملتها في العلاقه وحاول تصلح من روحك. وراه شخصيه الفتيات غريبه شوي، نجم حاجه تشوفها انت مش غالطه اما هي تشوفها غالطه، وراه حتى هي ماهيش واعيه باللي هي غالطه، اما الانجذاب نتاعها عليك باش يبدا ينقص بشوي بشوي. مثلا انك تبدا لاهي بها برشا، يعني نهار كامل تتقابلوا في الليل تحكي بالميساجات وعيشتها في الروتين على الاخر، يعني كل يوم تتقابلوا تسمعها كلام حلو تضحكوا شوي، في الليل تحكي ميساجات ساعه ساعه مره في الجمعه ولا في الجمعتين تصير عركه اللي عملتها لك هي وكهو. هذه غلطه كبيره على خاطر خلينا نكونوا صريحين، البنات في عمرنا هذا يحبوا الجو، مانيش نحكي على فساد راني كل واحد والمعايير الاخلاقيه نتاعو، اما راهو البنات يموتوا على الدراما والستيميوليشن. ذاك علاش النهار كامل شادين تليفون يتصفحوا في الريلز، يعني تحب تعمل جو في العلاقه، تحب تعيش كيما في الفيلم بالضبط.
ومانيش نحكي على الجانب نتاع الحب وين البطل يجري ورا البطلة، ما نحكي على الجوانب نتاع الستوري تيلينج في الفيلم، كيفاش فما ابس وفما داونز. يعني ما تحبش تعيش في روتين في العلاقة، تحب ساعات تضحكوا، ساعات تتعاركوا، ساعات تلعبوا كيما صغار، ساعات تعملوا كونفرساسيون جدية على الاخر. اما الفازة هذه ما تكسرش منها، على خاطر البنات يكرهوا الكونفرساسيون الجدية زاد. المهم البنات يموتوا على الامبريدكتابيليتي، يعني من الاخر كيما قلت لك يحبوا يعيشوا في فيلم. فما برشا اغلاط اخرين تنجم تكون عملتوا في العلاقة الشيء اللي خلاها تحب تقصها معاك، ما نجمش نحكي عليهم الكل توا، تو نعمل عليهم فيديو اخر. اما تصورك فهمتني. دونك حاول حل العلاقة نتاعك وشوف شنو الاغلاط اللي تنجم تكون عملتهم. لهنا يا برو نعرفك راك متوجع، نحس لي الهارت بريك يوجعنا احنا الاولاد اكثر من البنات. نحس في راسي اعوج شويه اليوم، والله ما نعرف. بالله اكتبوا لي في الكومنتات كان راسي عويج ولا مازال كيما العاد، ولا يمكن لونجل نتاع الكاميرا. دونك لهنا كيما قلنا الكونسيرن نتاعك، يعني الاولويه نتاعك تو ماهوش كيفاش ترجعها، اما كيفاش تنساها. ومشكلتك تو انك ما تنجمش تنساها على خاطر فما فكره واحده واحله في مخك. الفكره هذه تقول كيما هكا، يعني باش نقلدها: يا ربي راني نحبك ما رجعهاش نعرفش يصير فيا. شنو باش يصير بالله؟ ماهوش باش يصير حتى شيء، الحياه ستستمر، هي باش تعرف واحد اخر، وانت بعد 6 اشهر ولا عام باش تتضرب في واحده جديده، وممكن تصاحبها ممكن لا، ممكن تصاحب واحده وتضرب في واحده اخرى فرد وقت، ممكن اسهم البيتكوين تزيد تطلع، وممكن ترامب يتنحى من الرئاسه، والحياه تستمر. معناها لك جيست مخك يزرع لك في الفومو ولا الفير اوف ميسينج اوت، يعني خايف لا تفوتك حاجه من الاخر. هنا راه ماهوش باش يصير لك شيء، دونك يزيم البكاء كيما القحط. لهنا اول خطوه باش تنساها، ونتصورك سمعتها برشا مرات اما انت انسان خواف وما تحبش تعملها، هو انك تقطع الكونتاكت بها. نصورها قالت لك خلينا نبقاو صحابه باش تحطك على البنك تولي المتسابق رقم 2، بينما هي تمشي تلوج على المتسابق رقم 1 اللي باش يشد لك بلاستيك. تصورك انت زاد راضي بها الحكايه. نعرف فما شكون باش يكتب لي في كومنتير يا متخلف وتبع في اندرو تيت وبرا بقينا صحاب مش بيك انسكيور فرازيت هذيك الكل. اما انا متاكد واللي يتفرجوا فيا الكل متاكدين تو انك تحب تبقى صحاب معاها، جيست فماش بسيس هكا متاع امل باش نهار من نهار ترجعوا. ولهنا يا برو نعاودها لك مرخصك، شنو هو هالسكيرسيتي مايند سيت اللي عندك لهالدرجه؟ العالم نتاعك صغير على الاخر، وتشوف فيه كان بنيه واحده اللي بحثتك هي جديره باش انها تكون شريكتك. يا اخي عايش في قبيله في الفايكنج عام 1364 وين فما كان زوز نساء في القبيله نتاعكم وكان يرفضوك باش تنشر النسل نتاعك. نعرف باش تحسوني كلب كيما العاده، اما راهو البنات موجودين على عجله وما همش هاربين. وما قلت لكش ولي كازانوفا ولا دامبل زيريل ولا شو اسمه وركح 8 بنات فرد مره ولا نقز من طفله لطفله. اما كيما مشيت هذيك تو تجي في بلاصتها واحده اخرى. ونعرف البنات كيف يسوا على الجمله هذه، يحسوني شرير ويحسوها ما تجيش على خاطرنا مجتمع مزمر برشا واستنسنا كان بالجمل البوليتيكلي كوريكت، يعني نحبوا نسمعوا كان الكلام اللي نحبوا نسمعوه مش الكلام اللي لازم نسمعوه. اقطع الكونتاكت بها، ما قلتلكش بلوكيها، جيت تفسخها في الفيسبوك ولا ما عادش تفولوها على الانستغرام باش هكاك اللي تشوف ستورياتها لا حتى شيء. والميثود هذه باش تخليك تبدا تنحي فيها من مخك بشوي. كان كنت تقراو مع بعضكم ولا فرد ليسي ولا فرد انفيرونمون، كيف تشوفها قول لها السلام وتعدى، ما عادش تبنك معاها، لا تبنك معاها لا تحكي معاها لا تكلمك تقول لك اجا باش نحكي لك مشاكلي وكل شيء. ولدي ويك اب، ما عادش مسؤوليتك هي تو. عندي صاحبي قصها مع صاحبته الجمعه اللي فاتت، بون هي اللي قصتها معاه وقالت له نبقاو اصحاب وكل شيء، وانا نقول له فك عليك، وانا نعرف اللي هو ماهوش مقتنع بكلامي من داخل، ومازال يحكي معاه على المساجات. قلت له يا ولدي فاش تعمل بدل قصيته ما عادش تحكيه بالمساجات؟ قال لي لا على خاطر نعرف حالتها النفسيه تعبه برشا ولازمني نبقى نحكي معاها على خاطر ما عرفتش يصير فيها. كل عاده دخلت انا بنصائحي اللي يشوف فيها المجتمع شريره جدا، قلت له راهي ما عادش مسؤوليتك، وديجا هي اللي قصتها معاه امورها كان نفسيتها تعبه، نعرف ان شاء الله ربي يحفظها وكل شيء، اما حتى كان صارت فيها حاجه ما هيش مسؤوليتك يا ولدي، راهي هي اللي قصتها معاك. وزي تبقى تكسر في راسك معاها وتعذب في روحك جيست باش حالتها النفسيه هي ما تزيدش تعكر. وراه طفله لابس عليها لي سوسايد اللي هي مدبر ما لها حتى شيء، جيست صاحبي رخيص. دونك اقطع الكونتاكت، فسخها، كان تعاركته بلوكاها، اما كان ما تعاركته جيست فسخها، لا تتبع ستورياتها، تشوفها قول لها السلام وتعدى. وزاد ما تكونش انسان سولتي وتعمل روحك متغشش هكا على خاطرها بعدتك، كمل في حياتك برو. والمشكله لهنا انه الهارت بريك ولا الحب بالنسبه لنا نحن الاولاد كيما الدروغ بالضبط. اول ايامات بعد ما تقصها معك صاحبتك باش تحسها جمله الحكايه، من بعد ايامات باش يبدا يشدك الموم، تتوحش الاوقات هذيك. ولهنا وين نجي النصيحه الثانيه، تقبل برو، يعني الاكسبتنس. حسني قلتها بالعربي وفسرتها بالانجلي، مش مشكله. القانون هذا يلزمك تمشي بيه في حياتك الكل برو، مش كان مع النساء، راهو في اي وقت وفي اي ستاج من حياتك اي انسان عرفته حتى عائلتك باش يجي وقته ويمشي، سواء باش يهز ربي حاجته ولا باش تصير مشكله ولا خلاف وتبعدوا، ولا الطريق نتاعك والطريق نتاعو ما عادش يهزوا لنفس الديستيناسيون. دونك كل واحد باش يمشي في ثنيه، لازمك تكون ات بيس ولا في سلام على الفكره هذه وتتقبلها. كنت تحب تطبق هذه على البنات كما قلنا، راهو هي باش تمشي وراك باش تنساها بعد فتره، ممكن الفتره تطول شوي لمده عام كانك انسان حياته فاشله على الاخر، اما لو باش يجي وقت تنساها تتعدى اللي بعده. ولهنا يا ريت المشكله اللي تخليك تخمم فيها الوقت اطول، تخليك تخمم فيها يوميا بنسبه كبيره برشا، هو انه حياتك فارغه. تخيل معايا النهار هذا تقوم الصباح، نفرض مزهنه معاك وتقرا مخر، تقوم الصباح زون 8 كاكا تعمل فطور
الفطور، تمشي تقرا التسعة، تبدا مزهره معاك النهار هذاك كيف تروح نص نهار، تخرج مع اصحابك تعملوا قهوه ولا تمشيوا للجامب بارك نتاع سكره ولا وين تعملوا جو، تروح تعمل لها وجبه ومن بعد تمشي تترنى، تروح في الليل تتعشى تمديتيتي جورنال اللي تكتب شنو صار لك في نهارك، تكتب الحاجات اللي تحمد عليها ربي، بعد تتفرج في دوكيومنتير ولا فيديو اديوكيشن للصغير ويبدا مزيان، وتبقى تستغفر اللي يهزك النوم. ولهنا في نهار كيما هكا حسب رايك هل انك باش تخمم فيها برشا باش تجي في بالك مره ولا مرتين، واسرف اللحظات اللي تبدا عامل فيها جو في النهار هذاك ما هيش بتجي على بالك جمله، بينما وقت اللي تبدا مردوم في الدار فكالبيت في الظلام بتفرج في اليوتيوب ولا في الستريم تاع كيك ولا شو اسمه، تعرض الببليسيتي نتاع علي بابا على جنب فيها وحده لابسه دي بيس، دونك تحيا لك مواجعك وتمشي تدخل لك السيت هذاك، تبدا الافكار السلبيه تجيك، مخك يقول لك ريت علاش بعدتك على خاطرك تعمل في الحاجه هذه، وحالتك النفسيه باش تجي تدخل بعضها، وقتها اكيد باش تبقى تخمم فيها، دونك حاول تعبي نهارك بالحاجات الايجابيه، حبك تاخذ جدول كيما الجدول الاوقات بالضبط، وهاني باش نحط لك ليست نتاع برشا حاجات نجم تعملها في نهارك ما تتكلف حتى مليم، كان تعبي بها نهارك وقتها تخمم فيها باش ينقص. لازمني نشعل الضوء نجي الكاليتي باش تفسد شويه، ما لازمني نكمل الفيديو ولا غالب. عدنا النصيحه الاخرى اللي نعطيها لك هو انك تحكي مع برشا بنات، ونقصد كونفرساسيونات عاديين، ما قلتش تصحيب راه نعرفها مشكون باش يقول لي حرام، اولا كان صاحب حرام علاش كليكيت على الفيديو هذا باش موصلك للنقطه هذه بتاع الفيديو، وراني نعرف اللي تصحيب حرام، اما الا غالب راه الوقت تبدل يا برو، كان باش تبقى تستنى ما تصاحب حتى واحده اللي يجي سن الزواج نجم تتغش بسهوله، ما نحبش ندخل في اللي تايم تاع كيفاش باش تتغش ما تو نعمل عليها فيديو، دونك علاش يلزمك تحكي مع برشا بنات؟ اول حاجه باش تفهم الطبيعه نتاع الاناث تولي تعرف تتصرف معاهم خير وكيف تصلح من روحك في العلاقات الجايين، ثانيا باش تعرف انا هم بنت الحرام وانا هم بنت الحلال واللي تشمهم من بعيد، وثالثا باش تجيك الريلايزيشن انه البنيه اللي كنت تعرفها ما هيش سبيشال، هي جيست بنيه كيما البنات الاخرين، والحاله نتاع التعلق اللي كانت موجوده في مخك جيست مربوطه بالوحده والنفسيه التعبه نتاعك، مش مربوطه بالشخصيه نتاع البنيه اللي كنت تعرفها، دونك اسهل طريقه باش تولي تحكي مع برشا بنات جيست تكون انسان بوزيتيف، واحكي مع الناس الكل، احكي مع الرجال الكبار الاولاد الصغار الاولاد اللي في عمرك البنات اللي في عمرك سواء مزيانين ولا مش مزيانين، المهم نتاعك جيست باش تعمل كونفرساسيون مزيانه وتمشي على روحك من غير ما تستنى حتى شيء في المقابل. باهي برو اسمعني، اليوم لا موتيفاسيون لا سبب حتى شيء، اما ويك اب وفيق على روح، وفي حياتك باش تحب برشا بنات باهيين، اما فرد وقت راك باش تحب بنات حرام باش يعذبوك ويهلكوا لك حياتك، دونك هذاك علاش يلزمك تكون فايق، فكروها الميم تاع نحبك فايق ولد اختي، وما تكون فايق في دومين معين الا ما تغوص فيه بالباهي، انك تلقى الشريك المناسب ليك خاصه اللي باش تعرس بيه نهار اخر، هي حاجه مهمه على الاخر خاطرك باش تكمل بقيه حياتك معاه، نتصور حتى واحد فيكم يحب يكمل حياته مع واحده ماهيش ستابل نفسيا، يعني متقلبه وعندها برشا مشاكل نفسيه، ما يحبش يكمل حياته مع واحده عندها ماضي، ما يحبش يكمل حياته مع واحده ما تحترموش، والحاجات هذوما الكل ما تنجم تعرفهم ولا تشمهم من بعيد على بنات الا ما تخالطهم، دونك ما قلتلكش ولي كلب واستغل بنات، بالعكس خلي قلبك محلول، اي واحده تدخل في علاقه معاها حبها بالرسمي، تعلم كيفاش تحب، اما فرد وقت ديما تقبل الامكانيه نتاع انكم تنجموا تقصوها في اي لحظه، حتى في جرة حاجه تافهه كيما العاده، ديما اخدم باش تنمي روحك، لخاطر ذاك هو الشخص الوحيد اللي باش يبقى معاك وباش تلقاه بجنبك حياتك كامله. ان شاء الله نهارك زين.